السلام عليكم. هذا الفيديو موجه لتلاميذ البكالوريا شعبة الآداب والعلوم الإنسانية اللي غنتعلموا فيه المنهجية ديال كيفاش أننا نحلوا قصيدة ديال مدرسة إحياء النموذج، واللي غتخليك تجيب واحد النقطة مضمونة في الامتحان. فإلا كنتي في الباك وكتحفظ المنهجية ومازال كتحسها معقدة بالنسبة ليك، راه كاين طريقة اللي هي بسيطة وتقدر تجيب بها النقطة ديالك اللي هي نقطة مزيانة وتفرحك في الامتحان. فخليك معايا جوج ديال الدقائق وغادي تفهم كيفاش انك تكتب تحليل كامل ديال قصيدة في مدرسة إحياء النموذج. وطبعا باش نشرح لك المنهجية فأنا غادي نوضع لك واحد القصيدة كمثال اللي هي قصيدة ديال أحمد شوقي، وغادي تتبع معايا فيها كيفاش غادي نحلوها بسرعة وببساطة وبكل سهولة، ما كاين لا تعقيدات لا والو. إذا حنا ملي كنبغيو نحلو قصيدة فخصنا نكتبو موضوع متكامل كيتكون من مقدمة وعرض وخاتمة. إذا المقدمة اللي كنهضروا فيها على التاريخ ديال مدرسة إحياء النموذج والرواد ديالها، والعرض اللي كنعطيو فيه المضامين ديال القصيدة والحقول الدلالية، وكذلك الخصائص الفنية اللي فيها الإيقاع الخارجي والإيقاع الداخلي والصور الشعرية والأساليب. وكندوزو للخاتمة اللي كتكون عبارة عن استنتاج أنه من خلال التحليل ديالنا للقصيدة كنثبتوا بأن هذه القصيدة راه كتنتمي لمدرسة إحياء النموذج. إذا فهالقصيدة ها هي أمامك، غادي تتبع معايا ونشوفوا كيفاش غنحلوها. إذا في المقدمة أول حاجة خصك تعرفها وتفهمها هي أن قصيدة إحياء النموذج راه ماشي شي حاجة صعيبة بزاف. هي اشنو هي غير واحد المجموعة ديال الشعراء بحال محمود سامي البارودي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومحمد مهدي الجواهري، وكذلك حتى من المغرب علال الفاسي محمد الحلوي، رجعوا للطريقة ديال القدماء في نظم القصيدة، بحال الجاهليين اللي كانوا في الشعراء ديال العصر الجاهلي، وكذلك الشعراء ديال العصر العباسي، بحيث انه كان الشعر عندهم اللي هو كيتميز بواحد القوه ديال اللغه اللي كنقولوا عليها لغه ذات جزاله وذات فخامه وذات سبك متين. ومن هنا جاو لينا واحد المجموعه ديال الشعراء اللي ذكرنا منهم محمود سامي البارودي وحافظ ابراهيم واحمد شوقي الى غيرهم، وقالوا مع رسوم اننا خاصنا نرجعوا لهذه الطريقه باش نصلحوا الشعر، لان الشعر ما بقاش كيف ما كان في القديم. شنو هي هذه الطريقه اللي بغاو هما يرجعوا؟ هو ان الشعر في القديم كانت عنده واحد الاسس، كانت القصيده كتنظم على نظام الشطرين المتناظرين، وفيها وحده القافيه ووحده الراوي، وفيها ما يسمى بظاهره التسريع في مطلع القصيده، وكذلك كانت كتنظم على واحد الغرض من الاغراض الشعريه اللي كانت سائده قديما، اللي هي الفخر والرثاء والهجاء والمدح. اذا هذه قصائد والغزل كذلك، هذا هو الاساس ديال القصيده اللي كانت في القديم واللي بغاو يرجعوه لينا هاد الشعراء ديال احياء النموذج. اذا بعد ما كنهضروا في المقدمه على هاد الشعراء اللي بغاو يرجعوا لنا القصيده العربيه القديم، كندوزو لمرحله العرض، مرحله العرض اللي كنحلوا فيها القصيده. اذا الى شفتوا معايا في هذه القصيده وقريتوها، فالشاعر راه كيبدا القصيده ديالو بواحد المقدمه اللي كيهضر فيها على المعاناه ديالو مع سهر الليالي والشوق للحبيب. وهذا الشيء باين فاش كيقول لنا: يمد الدجى في لوعتي ويزيد ويبذي بتي في الهوى ويعيد. ومن بعد كيمشي لنا الموضوع الاساسي ديال القصيده اللي هو تذكر ايام الشباب الزوينه والجلوس في الطبيعه، فاش كيقول لنا في
البيت ديالو: وروض كما شاء المحبون ظله. وفي الأخير كيسالي لينا القصيدة باش بالتحسر على أيام الصبا اللي هي أيام الشباب اللي مشات وما غترجعش. فاش كيقول لنا: أقول لأيام الصبا كلما نأت، بمعنى ابتعدت في عنا. ثم هنا كنعطيو المعنى ديال القصيدة. إذن إجمالا كنقولوا بأن الشاعر عفوا يبدأ قصيدته بالحديث عن معاناته مع سهر الليل والشوق وما يعمقه سواد الليل في قلبه، ثم ينتقل لتذكر أيام الشباب والجلوس في الطبيعة، ويختم قصيدته بالتحسر عن أيام الشباب والصبا التي نأت وولت ولن تعود. إذن بعد ما شفنا المضمون ديال القصيدة غندوزو لواحد المرحلة أخرى مهمة كذلك في التحليل، وهي الحقول المعجمية أو الحقول الدلالية ببساطة. وطبعا هاد النقطة هي اللي كيديروا فيها التلاميذ الأخطاء. علاش؟ لأن القصيدة فيها جوج حقول. عندنا حقل اللي كيهضر على المعاناة، طبعا إلا شفتوا القصيدة أننا في المضمون ذكرنا المعاناة، إذا عندنا حقل كيهضر لنا على المعاناة والشوق. بحال إلا بغينا نعرفوا الكلمات ديالو، كاينة لوعاتي، كاينة شجون، كاينة الهوى، كاينة الأشواق. إذا هذه كلمات كتدل لنا على حقل المعاناة وحقل الشوق. وكاين واحد الحقل ثاني اللي كيهضر لنا على الطبيعة ومجالس الأنس. مادام الشاعر كيتذكر أيام الشباب وأيام الصبا كيفاش كان كيقضيها في الطبيعة، راه عندنا حقل الطبيعة بحال الكلمات اللي كتدل عليه وروضين، وكاينة كلمة الطير، كاينة غصون، كاينة النسيم. ولكن هذه جوج حقول، شكون هو الحقل المهم فيها؟ الحقل المهم هو اللي كيكون العنصر المهم في القصيدة، هو موضوع القصيدة، هو حقل الشوق والمعاناة. علاش؟ لأنه هو اللي مركز عليه الشاعر بواحد الشكل كبير، وهو اللي كيعبر على الحالة النفسية وعلى الحزن ديال الشاعر. إذا هذا هو أهم حقل في القصيدة. من بعد الحقول الدلالية غندوزو للمرحلة ديال الخصائص الفنية اللي غنشوفوا فيها الإيقاع والصور والأساليب. إذا بالنسبة للإيقاع من ناحية الشكل، راه القصيدة ديال الشاعر أحمد شوقي فهي مكتوبة بطريقة العمود الشعري، أي نظام الشطرين المتناظرين. يعني بيت شعري فيه شطرين، شطر يقابل الآخر، وطبعا كذلك فيها قافية موحدة وراوي موحد اللي كيتكرر في جميع الأبيات، وهو حرف الدال، بحال كلمة يعيد، قعود، جديد. وهذا الشيء كيعطي واحد الموسيقى قوية في القصيدة طبعا. وحتى في الأول كنلقاو ظاهرة التسريع اللي يعني أن نفس الإيقاع بين الشطر الأول والثاني. فاش قال الشاعر يزيد يعيد، يزيد يعيد، هذا يسمى ظاهرة التسريع. يمد الدجى في لوعتي ويزيد، ويبدي بتي في الهوى ويعيد. لاحظوا كلمة يزيد ويعيد، كلمات اللي كينتهي بها الشطر الأول والكلمة اللي كينتهي بها الشطر الثاني. وكذلك هذا بالنسبة للإيقاع الخارجي. عندنا إيقاع داخلي أيضا. إيقاع داخلي راه ماشي غير القافية، كاين حتى واحد المسألة اللي هي داخل القصيدة اللي كتكرر، بحال تكرار الحروف. مثلا إلا لاحظنا القصيدة هذه غنلقاو فيها حرف الدال مكرر، حرف الياء، وتكرار بعض الكلمات مثلا بحال كلمة الهوى. وهذا كيخلي القصيدة أنها تكون فيها واحد الموسيقى مؤثرة وكتعكس لنا كذلك دقات القلب ديال الشاعر والانفعال ديالو والمعاناة ديالو. أيضا غندوزو للصور والأساليب.
الشاعر كيعتمد على واحد المجموعة ديال الصور بيانية اللي هي طبعا ديال القدماء، بحال الاستعارة فاش كيهضر مع أيام الشباب بحال شي إنسان وكيقول لها أقول لأيام الصبا. إذا عطى الزمان واحد الصفة إنسانية هنايا. كذلك المجاز والتشبيه، فاش كنشوفوا الشاعر كيسول قلبه واش قاصح بحال الحديد، وقال لك الله يا قلبي أأنت حديد. وهذا كيخلي المعنى أنه يكون قوي وأكثر تأثيرا على المتلقي. إذا لاحظتوا كيفاش أننا حللنا القصيدة ببساطة وبسهولة. إذا هنا كندوزو للخاتمة اللي هي مرحلة أخيرة اللي كنستنتجوا من خلالها أن أحمد شوقي راه رجع لطريقة القدماء 100%. علاش؟ لأن المعجم اللي في القصيدة هو كلمات قديمة، يعني بحال كلمة الدجى، الصبا، وكذلك البحر الشعري راه قديم، والقافية أيضا موجودة وموحدة، وحتى في التصوير أنه الصور الشعرية فيها التشبيه، فيها الاستعارة، فيها المجاز. وكذلك أن القصيدة بداها الشاعر بمقدمة غزلية، يعني أن هذه قصيدة ديال إحياء النموذج 100%، لا غبار عليها. إذا وهذا هو الطريقة باش كنحلوا القصيدة بسهولة وببساطة وبلا تعقيد. وصدقني أنك إلا فهمتي هذه الطريقة راه غير مرة واحدة وحاولتي أنك تطبقها على أي قصيدة، راك غتولي تكتب تحليل ديال القصيدة كامل بلا ما تحفظ حتى شي سطر فيها، غير فهم وطبق. وما تنساش أنك تصيفط الفيديو للأصدقاء ديالك اللي كتعرفهم باش تعم الفائدة عند الجميع. إذا هاد القصيدة اللي حنا حللناها ديال إحياء النموذج راه ممكن تحلل بها أي قصيدة. وطبعا أنا المنهجية اللي حطيت لك هنايا راها منهجية فارغة، يعني حاول تطبق عليها أي قصيدة من بعد ما تستمع لهذا الفيديو هذا. خذ هذه المنهجية الفارغة اللي عندك وطبق عليها أي قصيدة، وغتلقى راسك أنك كتحلل قصيدة شعرية ديال إحياء النموذج بأسهل الطرق. وإن شاء الله في فيديوهات قادمة غنتعرفوا على منهجية التحليل ديال قصيدة سؤال الذات وتكسير البنية وتجديد الرؤية. والسلام عليكم.